اوعى تكون بتاخد فيتامين د من غير ما تشوف الفيديو ده، عشان ما يحصلكش زي اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. عبد العظيم كان بيعمل 5 اخطاء بيقللوا امتصاص فيتامين د وبيخلوه ما بيستفدش منه. واول خطأ كان بيعمله عبد العظيم انه كان بياخد فيتامين د على الريق من غير اكل، وفيتامين د لازم يتاخد مع وجبه دهنيه عشان يمتص كويس ويشتغل كويس. اما تاني خطأ كان بيعمله عبد العظيم انه كان بياخد ادويه للتخسيس بتمنع امتصاص الدهون، وده اللي كان بيأثر على فيتامين د وبيمنع امتصاصه. وثالث حاجه كان بيعملها عبد العظيم انه كان بياخد فيتامين د بالليل. فيتامين د بيتاخد الصبح عشان يديلك نتيجه ممتازه. ورابع حاجه كان بيعملها عبد العظيم انه كان معتمد على فيتامين د الخارجي بشكل رئيسي، وما كانش بيتعرض للشمس نهائي، واحنا عارفين ان الشمس هي المصدر الاساسي لفيتامين د. وخامس خطأ كان بيعمله عبد العظيم انه كان بياخد فيتامين د من غير تحليل. فمره يديله جرعه قليله ما تجيبش معاه نتيجه، ومره يديله جرعه عاليه تعمل له حاجه اسمها تسمم فيتامين د. فيتامين د من كتره جوه جسمه بدأ يكون له حصوات في الكلى، وبدأ يجمع له الكالسيوم جوه الشرايين، وبدأ يعمل له مشاكل كتير هو كان في غنى عنها لو بس عمل التحليل. اما اكتر خطأ كان بيعمله عبد العظيم انه ما كانش متابعني. فتابعني عشان ما يحصلكش زي عبد العظيم، وما تسألنيش عبد العظيم مين.